الرحمن الرحيم. النهارده المنتخب اتعادل مع غينيا بيساو، كان مغلوب طبعا 1-0 في الشوط الاولاني. قدر النجم محمد صلاح بمهاره عاليه بجون يمكن من ماركه اجوان او اهداف محمود عبد الرازق شيكابالا، قدر ان هو يتعادل لمنتخب مصر. تعادل غير مرضي طبعا منتخب مصر افضل بكتير من غينيا بيساو، ولكن هو متصدر المجموعه ولسه المشوار طويل. ما نقدرش ان احنا برضك نحكم دلوقتي نقول خلاص ان احنا وصلنا للتاهل، ولكن لسه قدامنا ماتشات كتيره لحد ما نوصل لموضوع التأهل. لكن هو العجيب والغريب ان الناس كلها بتسيب الحاجات وبتمسك في حاجات تافهه، يعني زي ما بنقول بيجوا في الهايفه ويتصدروا. يعني سابوا الدنيا كلها وقال لك ان محمد صلاح رفض ان هو يتغير النهارده، ومصطفى فتحي وسام حطه على الخط ورجعه تاني. وعادي يا جماعه، ما ممكن اي مدرب بيجيب لعيبه عشان ينزله وبعد كده بيغير وجهه نظره. ايه المشكله يعني؟ مفيش مشكله ولا حاجه. واحنا حتى في الكاميرات ما شفناش محمد صلاح مثلا اعترض وقال لا انا مش طالع، او هو بيقول له تعالى وقال له لا انا مش طالع او كده. فاحنا ما نجيش بقى في الهيفا ونتصدر عشان مجرد ان احنا هجوم على المنتخب الوطني. ده منتخب مصر ننسى فيه الانتماءات، ننسى فيه الاهلي، ننسى فيه الزمالك، ننسى فيه الاسماعيلي، ننسى فيه الاتحاد. احنا بنشجع منتخب مصر، نقف جنب منتخب مصر. ده يمكن 4 نقط حقق حسام حسن لحد دلوقتي، يمكن الماتشين الرسميين. فيعني ما نحاولش نضغط على حسام حسن اكتر من كده باهداف او اغراض لاشخاص معينه عايزه توقع المنتخب، عايزه تسقط منتخب مصر. فانا شايف ان احنا يا ريت نركز مع المنتخب، نركز ان احنا ندعم منتخب مصر. نفسنا بقى نوصل كاس العالم، نفسنا نحقق نتائج جيده. منتخب يبقى منتخب كلنا نتفاخر بيه ونفخر بيه، لكن نسيب الدنيا كلها نيجي في الهايفه ونتصدر زي ما بيقولوا. النهارده كان في تويتر للاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق، ما نعرفش هو يقصد بيها ايه، وهو بيقول لك انا ماليش صاحب في نادي الزمالك، ماليش اصدقاء، ماليش مصالح خاصه مع حد معين. وطبعا هو كده بيقصد مجلس اداره، اللي هو دعمه في الانتخابات اللي فاتت، واللي هو كان متكفل بالحمله الانتخابيه، واللي هو بيساهم في دعم هذا المجلس ماديا. ما نعرفش بقى هل هي قروض، هل هي تبرعات، الله اعلم. يا ريت نعرف دي تبرعات ولا قروض على نادي الزمالك، قروض زي القروض اللي كانت موجوده قبل كده واتحجز بيها على نادي الزمالك. بيقال ان هو ممكن يكون هيرصد 10 مليون دولار للفتره الجايه في صوره قروض هتبقى على نادي الزمالك، هتبقى ديون على نادي الزمالك. معنى كده الزمالك هيبقى غرقان بديون. بيفكرنا بايام الخديوي اسماعيل لما الدول الاجنبيه انجلترا وفرنسا لما داينوا مصر وعملوا صندوق للدين وجم احتلوا مصر بسبب هذه الديون. يمكن عجبني النهارده منتخب مصر. النهارده كان احمد سيد زيزو ما شاء الله عليه في الباك اليمين، كان عامل شغل كويس جدا، وكان اعتقد ان هو نجم المباراه. ناصر ماهر نزل 5 دقائق غير المباراه. كنت اتمنى الكابتن حسام حسن ينزله بدري شويه. شفنا قدر يعمل ايه، الفرصه اللي صنعها لمحمد صلاح، وكان ممكن المنتخب يتقدم بيها بالهدف الثاني. خلاص بقى، خلاص المنتخب قفل. نبدا بقى الزمالك، ماتش سيراميكا كليوباترا، ماتش مهم جدا 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 لنادي الزمالك، مطلوب الفوز فيه. انت فزت فيه الماتشين اللي فاتوا في الدوري المحلي، عايزين نكمل بقى سلسله الانتصارات رغم الغيابات الموجوده طبعا، وعلى راسها محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري. وطبعا الونش ما شاء الله بدا ان هو التدريب التاهيلي بتاعه طبعا لسه بدري شويه، ولكن بدا ان هو يتدرب في داخل ملعب نادي الزمالك، وده بشرة خير ان شاء الله. بالنسبه للصفقات ما نعرفش عنها حاجه لحد دلوقتي، قالوا مفاجآت كتيره، لحد دلوقتي ما شفناش اي مفاجآت في الصفقات. شايفين الاهلي عمال ما شاء الله عمال بيتعاقد مع لعيبه جديده ولعيبه مؤثره، والزمالك حتى الان لا حس ولا خبر، صم بكم عمي. شكرا.